السلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في لقاء جديد ومتجدد من القناة المسماة نور الدين ماجي. غادي نوقفوا إن شاء الله على جوج ديال المواضيع. موضوع واللي شكل واحد الصدمة لدى الساكنة ديال مالاباطا بمدينة طنجة، واحد المأساة واللي وقعت اليوم الخميس بعد الظهر. كيتعلق الأمر بالغرق ديال واحد الطفل قاصر بمسبح ديال إحدى الإقامات السكنية. غادي نشوفوا الواقعة، غادي نشوفوا أشنو يعني الأسباب والمسببات بعد ما فارق هاد الوليد الحياة. وهنا غادي نوجه واحد رسالة إلى الآباء والأمهات ما دمنا في عز الصيف وكل شيء كيقلب على لابيسينات وكيقلب على الودان والسواقي وكذلك البحورة. ثم غادي نرجعوا للفيديو اللي انتشر البارحه بشكل كبير وخلى بزاف ديال الناس كيخافوا، ولا نسافر ما نسافرش، ما نبقاش نمشي في الليل. القضيه وما فيها الاخوان والاخوات. فيديو اللي تعرف بتارودانت، هو هذا الشيء في سبت القردان، يعني قبل لا توصل الى تارودانت كتبان لنا واحد المجموعه ديال الشباب قاصرين وكبارين شي شويه هازين الحجر وكيشيروا على الطوموبيلات. فيديو من 40 ثانيه اللي غادي نعاودوا نشوفوا ان شاء الله، وغادي نشوفوا الروايه الاخوان والاخوات. القضيه ماشي فيها عصابه او لا جريمه الاعتداء على السيارات من اجل السرقه ديالهم، وانما هناك اشياء اخرى واللي غادي نكشفوا عليها بناء على التحقيقات ديال السلطات هناك. قبل ان ندخلوا التفاصيل ديال هذه المواضيع، ضغطوا على زر الاعجاب، خليوا لنا التعليقات، وما تنساوش انكم تشاركوا هذا المحتوى باش ان الرساله ديالنا النبيله تصل الى كل من يهمه الامر. شكرا لكم. تحية لكل المغاربة أينما تواجدوا. هنيئا لنا ولكم أولا بالذكرى ديال استرجاع وادي الذهب واللي كتصادف اليوم الخميس 14 غشت. هنيئا لنا ولكم كذلك بالفوز الكاسح ديال المنتخب المغربي بالنتيجة ديال 3-1، وبعد ما يعني تشطنا وخفنا وقلنا كان عندنا اللقب دابا غادي نتقصاو من دور المجموعات، فالحمد لله اليوم العلامة الكاملة، وإن شاء الله غادي نتأهلوا بكل السهولة، وإن شاء الله مازال المسار أمامنا. كيف دايرين مع الحراره؟ كيف دايرين مع هاد لا حول ولا قوه الا بالله العظيم؟ حنا ضعاف كتجي البروده بزاف كتسالي معنا، كطلع الحراره بزاف كتسالي معنا. وان كنت انا من الناس اللي كنفضل كيف ما بغات كل البروده تكون، لكن الحراره ما كنصيفش ليها الحل. البروده راه كتلبس عليك، كتغطى، كتاكل مزيان، كتدفى، كتسخن، تحس براسك مزيان، تعس مزيان وتفيق مزيان. الحراره شيء اخر. شنو هاد قلع الجلد ديالك؟ نبداو باول موضوع اليوم الاخوان والاخوات. المركب الرادي السكني واللي كيتواجد بالمنطقه ديال مالاباطا طنجه. غادي نتفاجئوا الساكنه ديال هذا الحي بالجثه ديال واحد الطفل قاصر تطفو فوق الماء. ياك ما هذاك غير كي فلان السيد. دخلوا الاخوان والاخوات، عيطوا للامبيلونس، جبدوه، فطلوا على صدره، دير يا ما دير. حاولوا انهم يديروا الاسعافات، كيحاولوا يسعفوه، السيد ما كيتجاوبش. كيحسوا بان النبض مازال في العرق ديالو ضعيف بزاف، يعني عليني فارق، يعني ماشي بزاف، واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق باش هذا. وعيطوا على الامبيلونس، غادا به في الاتجاه ديال المستشفى ديال محمد الخامس بمدينه طنجه، فاذا به يعني الكتروكارديوغرام بلا فارق الحياه امام دهشه الساكنه. وهنا بدا كيقول شي هذا الولد لمن المفاجاه ما هو ولد شي واحد في ديك الاقامه السكنيه. اذا هو خارج الاقامه السكنيه، ربما جا عند صحابه، ربما استغل يعني ودخل على اساس بانه الولد ديال هذيك الاقامه وبقى كيسبح. الله اعلم شنو وقع له، شدوا شي كلاكاج او لا ما كيعرفش يسبح، يعني غير ديك الحراره خلاته يدخل. المهم الاخوان والاخوات، الفض الانفاس ديالو الاخيره وهو في الاتجاه ديال المستشفى. علاش الاخوان والاخوات درجت هذه النقطه بالذات؟ كلنا عندنا وليداتنا، ولا يتخيل اي احد، خصوصا اللي عندهم الوليدات واللي ما عندوش الله يرزقه واللي علين يتزوج الله يسهله. انا تنهضر على الناس اللي عندهم الوليدات. راه ما يمكنش لك انك تخيل ان الابن ولا البنت ديالك يتصاب مكروه كيف ما بغى يكون النوع ديالو. راه كنقول دائما إلا بغيتي توصل الى قلب الرجل او الزوجه، تهلا له في بنته او لا في ولده، غير كبر به هكا، جيب له صافي كاع المشاكل تحل. فما بالكم الاخوان والاخوات، ولدك خارج يلعب يعيطوا لك اجي ولدك مات، ما تبغيها حتى شي واحد. الله يجازيكم الخير الناس اللي في البوادي،
عندكم السواقي، عندكم الويدان، عندكم البطافي، اللي انا واحد من الناس اللي عاموا فيهم ردوا البال. كيقول لك بكيه لا تبكي عليه، خليه حداك، سير معاه، صيفطو مع خوه اللي بعقله ووصيه، والا الا بقى يغوت عليك صلخو كيف ما قلت لكم، بكيه لا تبكي عليه. كذلك الناس ديال المدن، غنمشي مع صاحب البحر، كتعرفوا كيعرف يعوم، في نفس الوقت البحر كيدي غير العوامه، هذه الاولى. كيعرف يمشي لابيسين، ربما كان كيعوم في لابيسين في نص مترو، ديتي لابيسين اللي فيه 2 مترو، ماذا تنتظر؟ عفوا. وبالتالي الله يجزاكم الخير. اعتبر انت ولا انت اللي كتتابع هذه الحلقه بان الرساله موجهه لك انت بالضبط. رد بالك لوليداتك، لمن يتسخر من الحانوت، لمن يكونوا غادي للمدرسه، لمن يكونوا دابا غادي للبحر، لا في لابيسينات، لا في العلاقه ديالهم مع الاسر. رد البال، رد البال، راه تغفل طير عينك. راه كاع دوك الناس اللي مراخين ولا متراخين راه مولا نوبه. راه كتهضر لي على مالاباطا، راه كتهضر لي على بلاصه جد دراقيه بمدينه طنجه، نقول لك من احسن ما كاين. هما تا هما ماشي احنا اولاد ضعاف لك، حتى كتشوف شكون واقع. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يصبر العائله ديالو الصغيره والكبيره. وردوا البال الاخوان والاخوات، وندوزوا الى الموضوع الاخير في هذه الحلقه، وغادي نخليكم مع هذا المقطع ديال الفيديو من 40 ثانيه. وكنعتذر على بعض الكلمات وبعض المفردات واللي بالامكان ديالها انها تزعجكم. انا حاولت انني نقطع جزء كبير منها، لكن الا سلتت شي كلمه اعذرونا. لنتابع. اطلق شويه ورجع. حيد بينا، حيد مورا البوطو، حيد اسير ماشي الى مورا البوطو. جاتك سيري هاني يلا ماشي، حيد مورا البوطو بس سالم والله ينعاد. حيد مورا البوطو راه فيك. هذه القضيه الاخوان والاخوات اللي وقعت بسبت القردان، يعني قريبه لمدينه تارودانت، هزات يعني الراي العام وخلات بنادم كيقول لك واش هاد الكارثه وصلنا ليها، خصنا بان داك الشيء كيبان لك ما مضويش مزيان وغير هكا. واش يعني ولات السرقه ولا الاعتداءات بهذه الطريقه، يعني تسوق بالليل يشدوك يديروا لك هذه الحاله. وللاشاره هذه راه ماشي اول مره، راه شفناها في اللوطوروتات وشفناها بزاف ديال الحالات هكا. لكن ما يهمنا هو هذه الحاله بالضبط. فيعني الفيديو تم الترويج له على اساس بانه واحد العصابه متخصصه في سرقه يعني اصحاب السيارات، كيشيروا عليهم لما كيتوقفوا، كيدخلوا عليهم ويديو لهم داك الممتلكات ديالهم، والى قاوموا ممكن انه يساليوا معهم وانتهى الكلام. هنا الاخوان والاخوات غادا تفتح الضابطه القضائيه واحد البحث بخصوص هذه المساله لتقف على امور مخالفه تماما لكل ما كنا نتوقعه. فلما كنهضروا على تارودان كنهضروا على اكادير والنواحي، فهذه كلها مناطق سياحيه، وبالتالي فكل المغاربه اللي باغيين يدوزوا من تما اولا باغيين يتمشاو فراه لا خوف عليكم. القضيه راه ما كاينه عندها حتى شي علاقه لا بعصابه لا حتى شي حاجه. فغادي يمشيو اشنو قالت الولايه ديال الامن ديال مدينه اكادير، فاكدت على انها تفاعلات بسرعه وجديه مع هذا المقطع ديال الفيديو اللي تاكدات منه المكان ديالو شكون صاحب. هذه الامور راه ولات ساهله بزاف، راه تحط فيديو عرفوك منين البلاصه حطيتيه وشكون انت وكذا والحساب الى غير ذلك. اليوم البارحه الاربعاء 13 غشت هو اللي كيوثق لي مشاهد ديال التراشق بالحجاره بين مجموعه من الاشخاص، هادشي اللي شفناه في الفيديو، وارفقته بعض التعليقات بادعاءات بكونه اعتداء نفذته عصابه اجراميه بمدينه تارودانت. لكن كتقول الولايه ديال الامن باكادير بان الابحاث الاوليه غادا تكشف على ان الامر يتعلق بخلاف شخصي وليس باعتداء اجرامي جماعي كما تم الترويج له. وكيقول هذا الخبر بان تفاصيل ديال الواقعه تعود الى دخول سائق سياره في خلاف مع فتاه، مع بنت تجمعه بها علاقه سابقه، كانت عنده معها علاقه سابقه، كان مصاحب معها.
حيث أقدم على استعمال العنف لإجبارها على الصعود إلى سيارته، يعني وكانت عنده علاقة معها. هي دازت مدة تنصلات من هذه العلاقة، فجا ليها بالسيارة وبغى يهزها بالعنف، وفعلا نجح وهزها بالعنف. لما تم غادي شاد بها الطريق، الزاج هابط وبقات كتغوت، او لا حلت الباب بدات كتغوت. الوقيته اللي غادي هو شاد بها الطريق كاين واحد ثلاثه ديال الشبان، وداك التريبورتر راكم شفتوه في الفيديو واقف في ثلاثه ديال الشبان. لما سمعوا الغوات ديال شي وحده تستغيث تبعوه بالتريبورتور وهزوا الحجر وبداو كيضربوا. وكاين شخص اخر اللي كان واقف كذلك كيصور. وقد أسفرت التحري ما دفع 3 أشخاص على متن دراجة ثلاثية العجلات إلى التدخل ورشقه بالحجارة في محاولة لتنهيه عن ذلك، وهي اللحظة التي تم توثيقها في الفيديو المتداول. وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية جميع المعنيين بالأمر كلهم اللي كانوا هناك، واحد يجيب واحد، بمن فيهم سائق السيارة وكذلك الفتاة، حيث تم توقيفهما، إلى جانب التعرف على الأشخاص الذين قاموا برشقه بالحجارة، وكذا الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع، وهذا خاصو يساهم في إنقاذ روح بالك يصور. وتواصل مصالح الأمن، ربما تكون بحسن نية بغى يوثق الماتريكيل والنوعية ديال السيارة، وربما راه بهذا الفيديو باش وصل له كانت شي حاجة أخرى ما غيوصلوش. وتواصل مصالح الأمن حاليا أبحاثها لتوقيف باقي المتورطين، حيث ما كانوش غير 3، في إطار بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كافة ملابسات الحادث. وأكدت المعطيات الأمنية أن الواقعة لا تمت بصلة لما نسب إليها من ارتباط بعصابة إجرامية، مشددة على أنها مجرد نزاع عرضي فسر بشكل مغلوط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هنا دائما ما أقول بأنه مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، تفاعلتي معها بالطريقة سميتو التي يجب غتستافد، تعاملتي معها بطريقة أخرى فغادي يكون المشكل. فهو اليوم يعني ناشر هذا الفيديو عنده نية حسنة باش أنها توصل الرسالة لمن يهمه الأمر، لكن راه ضرب الأمن والاستقرار خصوص المرتدين ديال هذيك الطريق. الناس راه كتمشي بالآلاف يوميا، يعني كاع اللي بغى يسافر غيسافر بالنهار، والا راه غيخرج لك من البلاصه الفلانيه ويديروا لك. فاليوم وجب ان نكون حريصين. حتى نشرت انا واحد الفيديو ربما لسبب من الاسباب ما وضحتش مزيان، لما نبدا نشوفوا راه كيشكل قضيه راي عام نخرج وندير فيديو اخر مضاد، والا راك يعني كتساهم، انت بغيتي تسلط الاضواء على واحد الجريمه ولكن كتساهم بطريقه اخرى في جريمه اخرى عندها علاقه بالامن والسلامه وكذا وكذا الى غير ذلك. وكيف ما قلت هاد الحالات هي ليست بالحالات يعني المعزوله، راه شفناها في لوطوروت يعني على كل المسارات ديالها، شفناها بمدينه الدار البيضاء، كنشوفوها كذلك لما كيكونوا مباريات ديال مثلا رجاء الوداد الجيش كذا، الامور حنا عارفينها، ودائما ما كنصيبوا من وراها قاصرين. ف صراحه يعني هذه الاشياء تؤرقنا، ولا نريد ان نراها في المغرب اليوم كما كنا نتمنى ان لا نراها في المغرب الغد. اليوم المملكه المغربيه علامه فارقة وفاصلة في الأمن والاستقرار، لكن لما كتنتشر هذه الفيديوهات فهي كتضرب الأمن والاستقرار ديال واحد البلد سياحي، راه ماشي أي بلد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كونوا متأكدين بأن هناك متربصون بالمملكة المغربية وينتظرون كل شيء كما بغى يكون النوع ديالو باش أنهم يستعملوه ضد المملكة المغربية. تنشرتي فيديو، ها حنا وضحنا والمغاربه كلهم عرفوا بانه داك الشيء راه ما منه حتى شي حاجه، لكن كاين اخرين غادي يشدوه يحطوه في منابر ويقدر يوصل الى يعني قنوات دوليه. شوفوا اشنو كيوقع بالليل بمدينه تارودان في المغرب، البلد اللي اليوم غادي في اتجاه 20 مليون سائح وينتظر كاس افريقيا للامم وكاس العالم والى غير ذلك. الناس كتشوف الفيديو ما غيقولش لك لا راه كذا وهذه ولا شي توضيح، وبالتالي فوجب ان يعني حتى لبغينا ننشر شي فيديو علاش غتلوحوا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ياك صورتي وسير اخويا عند الولايه ديال الامن حتى ديال اكادير اللي فتحت التحقيق، قول لهم ها اللي وقع الفيديو، سير دير انت شكايه. تصوروا انهم هادو باغيين يحلوا مشكل بالحجر، لو انك ضربتي بالحجر وضربت هذيك البنت وقتلتها، اش غتقول لي؟ واش بهذه الطريقه باش انك توقف مجرم؟ شد الماتريكيل ديالو وصور صافي، السلام عليكم. حتى هو ملي غيشوفك راك صورتي ولا تغوت تقول له راك تصورتي ولا شي حاجه ما يقدرش يدير شي حاجه. شنو كاع غيوقع؟ لكن ما عمرك تحل مشكل بمشكل او لا تحاول انك تفك شي حاجه واللي كتظن انت غادا تطور في اتجاه الجريمه بجريمه. وتخيل معايا طوموبيله غادا مكسيريه اللي نفترض على 60 كم في الساعه وشير عليك واحد بحجره تا هو شير بها ب 60 كم في الساعه، غتضربك بحال اللي واحد ضربك بحجره جايه 120 كم في الساعه، راسك غيتشتت غيموت. اش غتقول له؟ ما بغيت نفكها. ماشي هذيك الطريقه ديال الفكان. فالله يجازيكم الاخوان والاخوات، تحروا يعني المصداقيه في كل فيديو، واي فيديو شفتوه وما كانتش مصادر رسميه
هي اللي كتاكد بخصوص الظروف والحيثيات ديالو الماهيه ديالو، فما تبقاوش تنشروه. راه انت بحسن نيه تساهم في نشر مشكل قد قداش. وحنا شفنا الرعب ديال البارحه تخرجات ولايه الامن. شفت بعض الاخوان اللي كذلك طرقوا لهذا الموضوع، فدائما ما هناك اقلام سوداء لا تبحث الا عن ضرب. ما عرفتش هاد الناس حاقدين على البلاد واش، واكيد هذوك يكونوا الفشل ما ناجحش في حياته، ما قدر يدير حتى حاجه، فاشل. اكيد دائما عنده عداء البوله ديال الدوله والطوموبيله ديال البوليس ديال الدوله وكل ما له علاقه بالدوله فهو كيشوف بانه داخل عليه وكذا الى غير ذلك، باغي ينتقم. فكيقول ولا انتم غير الابواق ديال البلاد كتحاولوا انكم تبينوا لا ذكرى جريمه ما جريمه. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتمنى من الله الاخوان والاخوات انكم تكونوا يعني استفتوا على الاقل من هاد جوج ديال المواضيع، وفي نفس الوقت ادعي والله يصبر هذيك العائله اللي توفى لهم هاد الوليد اليوم، الاخوان والاخوات، واللي انا عارف يعني الحر ديال الكبده. واتذكر واحد الصديق لي هنا بمدينه طنجه واللي كنشتغلوا تقريبا في نفس المجال، وهادشي في الدار ماشي في لابيسين. هادشي علاش قلت لكم الاخوان والاخوات ردوا البال. كنت باغي نقولها في الاول ونسيتها، ما فيها باس، ما بيناتناش ما كاينش البروتوكولات. هنا في الشمال كنقولوا البانييره، يعني ملي كتدخل دوج داك البانيو الكبير البيض كتعمر يهمه، كاينه شويه ديال الحراره، عمروا البنيه ديالو صغيره، البنيه ديالو صغيره وعمروا ليها تلعب فيه، داير لها واقيلا ديك اللي كنقولوا حنا بحال ديك البطه ولا شي حاجه بحال هكا صغيره ما تعرفش. هو صافي كيطلعوا عليها المره الاولى الثانيه راه صافي راه ترونكيل قابلين التلفازه، تقلبت بها ما شافوهاش صافي. تا داز واحد المده كتعرف ديك اللي كديك عينك كتسها، تمشيو كيجريو فينا هي ما بقاوش كيسمعوا لا ما كيطشطش، صابوها شبعانه موت، ماشي شبعانه موت صافي، واش ماتت بشي نص ساعه ولا ساعه الا ربع. وهنا كيف ما تنقولوا موته واخده، كتب عليها الله الموت علينا حق، لكن كتحس براسك بانك انت مسؤول مادام هذه البنيه ما عارفاش وكذا، وهذه بحال اللي انت قتلتيها وكتبقى الشمته وكتبقى ندامه الاخوان والاخوات كتقتل. شكرا لكم والى لقاء قادم بحول الله، مع السلامه. البرد القديم وكذلك البروستات مرض العصر وكل شيء ولا كيعاني منه. بغيتوا خلطة البلاد الفيرسيون القديمه تحت طلب عدد كبير من الزبناء ديالنا رجعنا لها، كنخدموها حنا يعني كنشرفوا عليها بيدينا حنا في الوحده يعني ديالنا حاصله على شهاده السلامه الغذائيه لونسا هنا في مدينه اولاد تيمه. كنخدموها يعني بالمكونات الحقيقيه ديالها: عقبر، بروبوليس حر، عسل طبيعي، غذاء ملكة النحل وحبوب اللقاح. الخلطة غتكون طيلة الشهر غشت ب 350 درهم، والتوصيل مجاني حتى لباب الدار. وإلا كنتي من الجالية المغربية راه كنوصلوا لك حتى هذا المنتوج حتى لعندك.